أصدرت محكمة الجنايات في باريس اليوم الجمعة حكمًا بحبس الفنان المغربي سعد المجرد 6 سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية عام 2016 وفق وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس. وكشفت صحيفة في إذاعة فرنسية الدولية RFA إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد المجرد. كما أشارت إلى أن المحكمة أدانت المجرد بالسجن 6 سنوات، مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم. وجاء الحكم بعد أن منحت رئاسة المحكمة لمجرد صباح الجمعة آخر فرصة لإلقاء كلمته قبل أن تعلق الجلسة لعدة ساعات لتداول في القرار النهائي. وقرر سعد المجرد في آخر كلمة له أمام المحكمة أنه ما يزال مصرًا على أنه لم يغتصب الشابة لورا، موجهة الشكر للقضائية على الاستماع له. وكانت قاعة المحكمة ممتلئة على آخرها لحظة النطق بالحكم، وكانت لورا وأمها وزوجة لمجرد غيثة من بين الحاضرات.